اهلا بيكم فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. النهارده هكلمكم على البارفان الجميل ده من دولشي اند جابانا يا جماعه، لامباتري 3. خليني اقول لكم في الاول كده ان البارفان ده من الحاجات المهدور حقها جدا يعني. طبعا هو مبدئيا كده صيفي بحت يعني. مش برشحه نهائي في الفترة دي من السنة. البرفان ده حاجة كده من الحاجات المبهجة، جيرلي قوي 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 يعني. ده عايز حد كده زي سعاد حسني في فيلم خدنا اجازة وهي بتجري كده بالبسكليتة وفرحانة بالاجازة بتاعتها. طبعا البارفان نظرا لان هو النوتة بتاعته غنية جدا بالفروتس يعني. ممكن نخش على النوتة كده شوية. طبعا هي الفروتس هنا مختلفة ومميزة جدا. مش هتلاقوا النوتة دي في نوع تاني يعني من العطور. والنوتة دي بالذات غنية قوي يعني. خلينا كده نشم البارفان. طبعا زي ما قلت لكم، طبعا هو الدولشي اللي معانا النهارده اودو تواليت، تمام. ودي برضو من الحاجات اللطيفة قوي اللي هي في الصيف. هيبقى سهل علينا ان احنا بعد الشاور على طول، بدل بقى المستات وكده. انا بحب جدا البرفانات الاودو تواليت في الصيف عموما يعني. من الحاجات اللي انا برضو بحس ان انا بتقضي الغرضين يعني. زي ما اكون كده جايبه شامبو وبلسم في حاجه واحده، والاتنين بيفوا بالغرض يعني. فانا بحب جدا حته الاودو تواليت دي في الصيف عموما يعني. طيب يا جماعه، ندخل بقى على النوتة العطرية للامباتريس 3. يا رب بس تكون عرفت انطقه صح، لان الاسامي تحسوا انها مصطلحات كده كبيرة. المهم ما علينا يعني. الدولشي دوت اللي بيميزه جدا ان نوتة البطيخ، ايوه. زي ما سمعتوا كده، البطيخ بقى في الصيف. فاحنا برضو زي ما البطيخ زي ما البطيخ في الصيف، برضو انا عندي الدولشي في الصيف. نوتة البطيخ فيه عالية جدا جدا جدا. عشان كده بقول لكم هو عايز سعاد حسني كده يا جماعة في فيلم خدنا اجازة وهي ماشية بالبسكليتة كده بتاعتها. عايزة بنوتة يعني مش طبعا مش حد فورمال، مش حد فوق ال35. مش برشحه. عشان كده بقول لكم هو بارفان جيرلي جدا، نظرا للنوتة بتاعته اللي هي المبهجة الصيفية طبعا زي ما انا ما قلت لكم. طيب احنا اول ما هنشم الدولشي دوت لامباتريس 3، هنحس احساس يعني. طيب نكمل يا جماعة بقى النوتة العطرية للدولشي لامباتريس 3. طبعا انا زي ما قلت لكم نوتة البطيخ فيه طاغية جدا يا جماعة يعني. بشكل مفرط، بشكل مبالغ فيه. وهو ده اللي مديه احساس البهجة والسعادة كده بجد. بجد عامل عظمة البطيخ. نوتة البطيخ طبعا انتوا عارفين ان البطيخ ده من ثمار الجنة. لكم بقى أن تتخيلوا ريحة البطيخ المنعشة اللي هي في نفس الوقت سويتي، لأن هو برضو فيه سنة سويت فريش. يعني بصوا النوتة جامعة بين فروتس سويتس فريش، 3 مكونات يعني. فرقوا جدا في مضمون الدولشي ده يا جماعة. ده اللي بيميزه حقيقي يعني. ده اللي مخليه ان هو حاجة كده من الحاجات اللي بتعمل حالة من البهجة والسعادة. حاجة كده مختلفة، حاجة كده زي ما قلتلكوا منتهى الانطلاق والحيوية والانتعاش.
ممكن يكون شوية اكواتيك. يعني اكواتيك عايزة اقول لكم ان هو احساس عارفين انتوا الشامبوهات والصابون الكامي والكلام ده، ما هو برضو نفس الفكرة في ان هم بيحاولوا يحطوا حاجات تبقى عاملة ميكس كده منعش، ميكس كده يدي بهجة. يعني نظرا لان كونه ان هو اوضه تواليت، طبعا هو هادي جدا 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 زي ما قلت لكم. حاجه من الحاجات اللي هي يعني مش بتبقى حاجه اوفر كده وملفته للنظر، لا خالص. دي من الحاجات يعني عشان كده بقول لكم هو جيرلي جدا جدا. اي بنت بتحب ان هي تبقى حاجات الكيوت قوي ديت، الحاجات الهاديه قوي. طيب مكوناته ايه بقى؟ الدولشي دوت برضو في من ضمن مكوناته الفلفل الوردي، من ضمن مكوناته زهرة بخور مريم والياسمين. طبعا عايزة اقول لكم مدى مش عشان اسم يعني لا اطلاقا، بس الياسمين من الازهار الفواحة جدا يعني، ولكن هنا برضو هادي. بس احساس الياسمين مع نوتة الفروتس الباقية، لان برضو خدوا بالكم هو برضو في الكيوي دي برضو من الحاجات اللي هي بتدي طابع الانتعاش كده والحيوية، احساس صيفي بحت زي ما انا ما قلت لكم يعني. برضو في من ضمن مكوناته اشجار الليمون والمسك. لكم ان تتخيلوا بقى جمال المسك لما يتحط كده بعد الشاور، بيفرق جدا. سيبوكوا بقى من المستات اللي هي بتبقى فواحة قوي بشكل مبالغ فيه. لا، محبين الحاجات الهادية انا طبعا برشح لكم ده وبشدة. طبعا برضو في خشب الصندل، يبقى زي ما قلنا الكيوي، الفلفل الوردي، نسيت اقول لكم البطيخ. طبعا التوب نوتس في البطيخ زهرة بخور مريم والياسمين واشجار الليمون والمسك وخشب الصندل. طبعا الدولشي اند جابانا زي ما قلت لكم منعش جدا جدا. النوتس اللي فيه يعني اتجمعت كده عملت ميكس، مدي احساس. هو ده اللي احنا بنبقى عايزينه في الصيف على فكرة. يعني هو ده اللي دايما بندور عليه في الصيف بقى بعد الشاور وكده. نظرا زي ما قلت لكم برضو الكون اوضه تواليت، فالموضوع بقى ابسط واسهل. ان احنا خلصنا الشاور بتاعنا، حطينا بقى دولشي اند جابانا لامباتريس 3. سيبوكوا بقى من نطق الاسم، خلينا في المضمون. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المضمون. الدولشي هو فعلا من العطور الاكثر انتعاشا على الاطلاق يعني بصوا بتحسوا احساس ان انتوا طايرين كده. واخيرا برضو زي ما قلت لكم نفس احساس سعاد حسني في فيلم خدنا اجازة خدنا اجازة خدنا اجازة، وراكبة بقى البسكليتة وبتجري بالبسكليتة بتاعتها. اتمنى جدا تجربوه في الصيف، هتنبسطوا بيه جدا. حالة من البهجة الفظيعة مع الانتعاش. ويا رب اكون قدرت افيدكم، واقابلكم في فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. باي باي.